مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه The House of Us. الفيلم بيبدأ مع بنت جميلة اسمها جورجينا. في يوم بتصحى من النوم، وأول ما بتخرج من أوضتها بتتفاجئ بحبيبها السابق بريمو موجود في البيت. اتصدمت من وجوده بعد ما انتهت علاقتهم من سنتين، وحاولت تطرده بره، لكن ما عرفتش تخرجه بسهولة وفضلوا يتخانقوا. في المشهد التاني بنرجع لأول مرة اتقابلوا من سنين. كانوا الاتنين في مسابقة مدرسية، وكل واحد هو المتحدث الرسمي للفريق. الاتنين بيتمتعوا بشخصية عنيدة وطموحة، وفضلوا يعندوا في بعض، كل واحد مصمم إنه يكسب. ولما المسابقة بتنتهي بيعجبوا ببعض. ومع الأيام بيزورها بريمو في المدرسة، وبيحاول يقرب منها ويعرفها أكتر، وبيتعرف على عيلتها واحد ورا التاني. وكانت جورجينا عايشة مع جدتها في المدينة لوحدهم، وجدتها حبت بريمو جدا. وباقي عيلة جورجينا عايشين في الأرياف، وعشان كده اتعلمت تعيش مستقلة وترعى نفسها. أما بريمو فهو من أصول فلبينية، بس عايش طول عمره مع عيلته في إيطاليا، ورجع الفلبين لوحده عشان يكمل دراسته. والفترة دي كان مشغول مع فرقته الموسيقية عشان بيحلموا يبقوا فرقة ناجحة ومشهورة جدا، وكانوا بيروحوا يغنوا في مطاعم وكافيهات برغم إن جمهورهم كان قليل جدا. ولما شافته جورجينا مبسوط وشغوف جدا باللي بيعمله، اتأكدت إنه هيجي يوم ويبقى حاجة كبيرة. ومن ساعتها بقوا الاتنين في علاقة رسمية. بعد ما اتخرجت من الثانوية كملت دراسة الطب، وبريمو فضل مركز على مستقبل فرقته. وبعد أيام ماتت جدتها، وكتبت في وصيتها البيت بتاعها باسم جورجينا وبريمو، عشان كده معرفتش جورجينا تخرجوا من البيت بسهولة. ومن بعدها عاشوا هما الاتنين مع بعض في نفس البيت. لكن للأسف قصتهم بتاخد اتجاه مختلف لما الفرقة الموسيقية بتواجه فشل كبير، محدش بيطلبهم في عروض، وعندهم مشاكل مادية كتير. وبريمو ما عندوش وظيفة ثابتة، وكل اللي بيعمله إنه بيقعد في البيت يعزف. بقى شخص حساس جدا، وفي معظم الليالي بيرجع سكران. وفي الفترة دي عانت جورجينا لأنها كانت بتشتغل وظيفة جانبية عشان تقدر تدفع مصاريف كليتها، ده غير تصرفات بريمو الغير مسؤول، ومش قادر يتحمل حتى مصاريفه الشخصية. وفي مرة فوتت امتحان مهم لأنه كان سكران، واضطرت ترعاه وقتها. وفي يوم رجعت البيت لقيته متبهدل وفوضوي، وفاتورة الكهرباء ما اتدفعتش. قعدت جورجينا وهي في حالة سيئة جدا، وبرغم إنه عيد ميلادها احتفلت بيه لوحدها، وهي مهمومة بالضغوطات اللي عليها والحمل اللي مسببه بريمو. ولما رجع البيت واداها شريط كاسيت هدية عيد ميلادها رفضته، وعبرت عن استيائها منه بغضب، وإنها ما بقتش قادرة تستحمل تصرفاته الأنانية، وطردته من البيت. وفي الليلة دي مشي بريمو وهو في حالة صعبة جدا. بعدها بنرجع للحاضر، وقدرت جورجينا تلاقي وظيفة أفضل بكتير في شركة كبيرة، ولسه بتدرس الطب. وحكت لأصحابها عن رجوع بريمو البيت، ودي حاجة مضايقاها جدا. ولما مامتها عرفت طلبت منها ما ترجعش لعلاقتهم القديمة، والأفضل إنها تبيع البيت عشان تدفع مصاريف علاج أخوها المريض. وفعلا وافقت على اقتراحها. وبالنسبة لبريمو راح لأصحابه في الفرقة بعد ما بعد عنهم الفترة دي كلها، ولاحظوا التغيير اللي حصل في شخصيته. بقى شخص هادي وناضج أكتر، مش أناني زي زمان. ولما شافته مرات صاحبه عرضت عليه وظيفة مندوب مبيعات لمنتج معين، وعشان لسه ما عندوش شغلانة وافق. ساعتها سألوا صاحبه إيه اللي رجعه دلوقتي، فقالوا إن جه عشان يرجع جورجينا تاني ويعوضها عن اللي فات. وفي الليل متأخر رجعت جورجينا البيت، بس معرفتش تفتح الباب عشان بريمو غير القفل اللي كان مكسور. فتح لها الباب ورحب بيها بطريقة لطيفة، وفاجئها بالبيت نضيف ومترتب وشكله حلو جدا. وده مش من عادات بريمو، لكنها برضه رفضت كل اللي بيعمله، وبلغته إنها مش عاوزة تقعد معاه، وكمان قررت إنها تبيع البيت. أما بريمو اعترض وقال لها مش هتقدري، لأن البيت مكتوب باسمهم هما الاتنين، ومش هتعرف تاخد القرار لوحدها. اتضايقت أكتر وعرضت عليه تديله جزء من تمن البيت. تاني يوم صحي بريمو لقاها بتقسم البيت نصين، وقالت له إن كل واحد هيلتزم بالنص بتاعه وما يقربش من التاني. أول ما سمع كلامها راح دخل أوضتها وقال لها إن السرير كمان لازم يتقسم، لكنها رفضت. وبعد شغل كتير في البيت أخيرا خلصت تقسيمه، ادت له أوضة المعيشة وأوضة الأكل، والباقي هيبقى بتاعها. المطبخ هيتقسم ما بينهم، والحمام كل واحد هيستعمله في فترات معينة. وهي بتعلق الستارة بدأت تغريه، وفعلا بدأ يركز ويسرح في حركاتها. فاستغلت الفرصة وأخدت لنفسها حاجات أكتر في البيت، وادت له حاجات قليلة جدا. ولأن ده يوم الحمام بتاع جورجينا معرفش بريمو يدخل يستحمى، فاضطر يرش نفسه بالخرطوم بره البيت، وحاول يغريها بحركاته، بس جورجينا ما اتأثرتش وراحت شغلها. وتاني يوم قال لها إن أصحابه هيبقوا يجوا يقعدوا معاه في البيت. في الأول رفضت وقالت إن عمرها ما جابت حد من زمايلها هنا،
لكن في نفس اللحظة دخلوا زمايلها في الشغل وأحرجت واضطرت تقبل طلبه. وبعد وقت قصير وصلت الفرقة وجريوا على جورجينا حضنوها لأنهم كانوا أصحاب من زمان. ولما قعدت تذاكر مع زمايلها فضلوا أصحاب بريمو يعملوا إزعاج عشان يضايقوها، ولما حس إنها مش عارفة تركز بسببهم أخدهم يكملوا قعدتهم بره. وساعتها قال لها صاحبها إنها ما ينفعش تفضل قاعدة معاه لأنها ممكن تضعف وتقع في حبه تاني، ومع ذلك كانت مضطرة تفضل في البيت لحد ما تبيعه. ومع الأيام كانوا بيقضوا وقت مع بعض، وبرغم إنهم كتير كانوا منفصلين إلا إنها ما زالت مهتمة بيه من غير ما تحسسه بأي حاجة. ومنين ما بتحس إنها عاوزة تقرب منه كانت بتمنع نفسها، لكن كان واضح جدا بالنسبة لها إنه اتغير وبقى متحمل المسؤولية، فما بقتش عارفة تقرر إذا كانت تديله فرصة تانية ولا لأ. وفي يوم رجعت البيت استقبلها بأغنية وشموع وعمل لها مفاجأة. انبهرت جدا من اللي عمله، وفي اللحظة دي بسها. ولما بتدرك اللي حصل بتوقف نفسها وبتطلع تجري، ما زالت مش قابلة ترجع له بعد اللي عمله فيها. وقتها بدأت السما تمطر، فخرج بريمو بالشمسية عشان يرجعها. ولما قابلها قالت له إنهم مش هينفع يرجعوا زي زمان لأنها خايفة يجرحها تاني، والمرة اللي فاتت كانت قاسية جدا، وعشان كده طلبت منه يسيب البيت في الليلة دي. وراحت تبات عند واحد زميلها في الشغل لحد ما يمشي، وحكت له إنها اتجرأت وطردته من البيت تاني. بس لما صاحبها اتكلم معاها بدأت تتأثر بكلامه، خاصة لما سألها إذا كانت مبسوطة من قرارها. ساعتها حست إنها مش متأكدة من اللي عملته. وتاني يوم لما رجعت البيت لقت رسالة من مامتها بخصوص أخوها المريض، فرحت لها بسرعة. وهناك وبختها أمها عشان ما كانتش بترد على تليفونها، وبنعرف إنها نسيته في البيت. ولما بريمو شاف الاتصال من مامتها رد عليها وراح لها، وبيحكوا لها إن أخوها في حالة خطر، الدم دخل لعينيه ومهدد بالعمى، والدكاترة مش عارفين يتصرفوا، وكل اللي يقدروا يعملوه إنهم يأخروا الإصابة بالعمى. فأخدتهم معاها للمدينة عشان المستشفيات في القرى بتبقى بعيدة. وبعد ما عرف حالة أخوها قال لها إنه موافق يبيع البيت عشان يعملوا له العملية، ومش هيزعجها تاني بخصوص رجوعها ليه، هو بس هيفضل موجود جنبها لحد ما أخوها يخف. فجأة بيسمعوا صوت خناقة من جوه، ولما دخلوا عرفوا إن أخوها أكبر مامتهم تسمح له يسافر أمستردام عشان يشوف أبوه للمرة الأخيرة قبل ما يفقد بصره. فطمنته جورجينا إنها هتخليه يشوفه، بس دلوقتي هيبقى صعب لأنها معهاش فلوس كفاية. ومن تاني يوم بدأ بريمو يساعدها في عرض البيت للبيع، وجاب لها ناس كتير يتفرجوا عليه وعمل إعلانات كتيرة. وبعد ما قابلوا ناس كتير ملقوش عرض مناسب للبيع، وواحدة من اللي دخلت تتفرج عليه شافت الكاسيت بتاع بريمو، ولما سألت عليه ردوا عليها الاتنين في نفس اللحظة وقالوا إنه مش للبيع لأن الكاسيت كان شيء غالي ومميز جدا بالنسبة له. وبعد محاولات كتيرة فشلت في البيع دخلت مشترية جديدة اسمها ميس أبيليرا وسألتهم عن أكتر حاجة بتميز البيت. اتوتروا معرفوش يردوا، فقال لها بريمو إن أفضل حاجة فيه هي الذكريات الجميلة والتاريخ اللي ما يتنسيش. وساعتها وافقت فورا إنها تشتريه، والكل كان مبسوط جدا. ومن تاني يوم بدأوا يجهزوا كل حاجتهم عشان يمشوا، واتفاجئت جورجينا إن الشرايط بتاعت بريمو مش موجودة. بنعرف إنه راح يبيعهم واشترى تذاكر لأمستردام. وفعلا سافر بريمو وجورجينا وأخوها، وبمساعدة أصحاب بريمو قدروا يعرفوا مكان بيت أبوها. بس للأسف أول ما وصلوا عرفوا إن أبوهم اتوفى من كام شهر، وقابلوا مراته التانية اللي شبهت عليهم وعرفتهم لأن أبوهم كان نفسه دايما يزور الفلبين قبل ما يموت، وعرفتهم بأخوهم. ساعتها أخو جورجينا حس بالإحباط، بس كان مبسوط لأنه أخيرا عرف مكانه. بعدها راحت جورجينا وبريمو لمزرعة التوليب، وجورجينا كان دايما نفسها تشوف جمال الورد ده بس ما كانش لسه ظهر، فراحوا لحقل ورد تاني واستمتعوا بغروب الشمس وسط الورود، وبصوا لبعض حاسين بالسعادة بعد المغامرة الجميلة دي. لكن بيفتكروا إن وقتهم مع بعض قليل لأن مس أبيليرا هتنقل البيت قريب. ولما رجعوا البيت بدأوا يفضوا ويبيعوا كل حاجتهم، وبالصدفة بتشوف التسجيل اللي اداهولها بريمو يوم عيد ميلادها زمان، وكان جواه رسالة كاتبها لها وبيقول لها إنه حاسس بذنب لأنه مشايلها حمل كبير بسببه، واعتذر لها لأنه مش قادر يساعدها وخجلان من نفسه. وساعتها افتكرت لما بريمو رفض يرجع لإيطاليا عشان يفضل معاها. بعد ما قرت الرسالة جريت عليه وحضنته وقبلت إنهم يرجعوا لبعض تاني. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة.